أهداف الأهلي في مباراة اليوم مع المقاولين العرب، حيث سجل محمد طاهر الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وكانت من كرة ممررة إليه قام بتمريرها في الزاوية البعيدة ليسجل الهدف الأول للأهلي. وسجل الهدف الثاني للأهلي محمد هاني في الدقيقة 84 من زمن المباراة من كرة جميلة من أسيست من إمام عاشور، وكان الهدف الثاني الذي كان تحت توقيع محمد هاني. أما عن هدف المقاولين العرب قد سجله أشاية اللاعب رقم 23 للمقاولون في الدقيقة 88 من زمن المباراة، حيث سجله من ضربة جزاء تسبب فيها ألو ديانج في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بين الأهلي والمقاولون بهدفين لا هدف.